هو شد للعصب الطائفي ونفخ في نار فتنة مذهبية رفعتها منابر مساجد بعض مناطق شمال سوريا، حملت مسمى دعوات إلى الجهاد. مشهد كل ما فيه يخرج عن إطار الدولة، وأخطر ما فيه أنه ينفخ النار في برميل بارود يخشى الجميع أن ينفجر. عكست حادثة الهجوم على مجموعة لإدارة العمليات العسكرية قرب قرية بيت عانة حجم الاحتقان الشعبي في الساحل السوري. قتل عنصر من الأمن العام في الحادثة وجرح آخر، ولملاحقة المتورطين استخدمت إدارة العمليات المروحيات والمدفعية الثقيلة والمدافع الرشاشة في استهداف ناري لقرى بيت عانة والدالة في ريف جبلة. خرجت تظاهرات في اللاذقية وطرطوس تطالب بإنهاء الحملة الأمنية والاعتداءات. استخدم الرصاص الحي في تفرقة المتظاهرين في طرطوس. أمام هذا المشهد اتجهت الأحداث إلى أوسع موجة تصعيد ومواجهات يعرفها الساحل السوري منذ سقوط النظام السابق. سجلت مدينة جبلة وبعض الطرق المؤدية إليها معارك كر وفر. الإحصائية الأولية تتحدث عن مقتل عناصر من إدارة العمليات العسكرية في كمائن متفرقة. المعطيات تظهر أن بعض المناطق في الساحل السوري خرجت عن سيطرة سلطات دمشق، ما دفع الأخير إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى اللاذقية وطرطوس، ولم يغب عنها أرتال للحزب الإسلامي التركستاني في واحد من أخطر مشاهد التصعيد في الساحل في ظل استمرار لغة التجيش الطائفي والتحريض. رضا الباشا، الميادين.